السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده عايزين نعمل فكره جديده. انا عندي كوبايات ساده اهي، كنت جايباها من رنين جميله قوي بس ما فيهاش اي حاجه. وعندي كوبايات اللي هي كانت بتتاخد من ليبتون هديه. فطبعا انا كنت شارياهم، يعني مش هديه ولا حاجه، بس علامه ليبتون دي مش عاجباني. فجات لي فكره، قلت ايه انا اجيب حاجه واعمل دايره بالمنظر ده. بصوا الفكره اللي عملتها. فعملت الستيكر بتاع الخياميه، عملته على شكل دواير اهو، هوريكم هنعملها مع بعض. وحطيت على كلمة ليبتون الدايرة دي، ونبقى بنشرب شاي او عصير او اي حاجة بالفكرة بتاعت الخيامية دي. فعايزين نطبق الموضوع معاكم ومع بعض نعمله اهو. بصوا انا بعمل ايه بقى. بقلب الستيكر بتاع الخيامية اهو على ظهره، وابدأ بقى اي فنجان اي شكل عشان ما نكلفش نفسنا ونشتري حاجة خاصة برمضان. فقلت اقول لكم الفكرة دي، طبعا الفكرة جميلة قوي، هنعملها مع بعض اهو. بصوا بقيس بقى كده شايفين الدواير اهو، عايزة اوريها لكم من قرب اهي. الدواير اللي انا بعملها اهي علشان نعمل الكوبايات، نخليها مستعدة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. بس احنا عايزين ما نكلفش نفسنا، لان طبعا رمضان بيبقى شهر خاص كده، وبيبقى حلو جميل بنستعدله بالفوانيس وبالحاجات دي. فعملنا فوانيس على شكل بأزايز او كرتونة شيبسي، تقدري تعملي منها فانوس. ودلوقتي بنعمل الكوبايات بتاعتنا بالمنظر الجمالي ده. يعني بصوا انا عندي كوبايتين اهو، شايفين شكل الكوبايات طبعا اتغيرت خالص خالص. نقدر نعمل الكوبايات ونعمل الصينية بدل ما نشتريهم بمبالغ باهظة. فهنعمل ايه بقى. طبعا هقص الستيكر بتاعنا اهو، هبدأ اقصه بالدوران برضو زي ما انا رسماه اهو. اهو هجيب مثلا نصها كده اعملها معاكم، وبعدين انا هكمل بقى الكوبايات والصينيه. ونبدا بقى، طبعا احنا شايفين الرسمه اهي متحدده. نبدا بقى، بصوا ما تفتحيش المقص وتفتحيه مره كمان، هي مره واحده تلفي بيها الدايره عشان ما يبقاش طالع ولا نازل. شايفين الفكره سهله وبسيطه جدا اهو. اهو بنفتح المقص كده، انا شغاله وعماله اقص. بصوا الشكل بعد ما عملت الكوبايات وعملت الصينيه اهو. طبعا بصوا ما شاء الله كل الكوبايات والصينيه بقت نفس الشكل الرمضاني الجميل ده. وحبيت برضو اقص معاكم لصينيه تانية. طبعا انا بروزت الصينيه الاكبر اهو، عشان انا عايزاها تبقى متغطيه من الجناب ومن ورا اهو، عشان اعملها بالفكرة اللي انا عملتها الاولانية ومرضتش اضيع وقتكم اهو. بصوا بنقص بقى دوران صينية اكبر اهو، عشان نمشي معاه بقى ونحطه على الصينية بتاعتنا الاصلية اهو. بصوا طبعا انت بتعلمي وبتقصي زي ما انت عايزة، بس بتكبري المفروض شوية زي الخياطة بالظبط، ان احنا بنقص مسافة الخياطة. تمام كده. بصوا الصينية دي بقى اهي، انا قلت هحط فيها الشكل الرمضاني ده، وطبعا هنزل الفرق من الجناب اهو. شايفين. هبدأ بقى اخد القطعة اللي انا قصيتها اهي، واشيل الستيكر من عليها اهو. بصوا بقى هنعمل ايه. انا طبعا هطلعها بره الصينية كده اهو عشان الف بيها كده. بس هنزل بقى ازاي، هنزل مع النزلات. بصوا يعني هتمشي مع الصينية كده من جوه، ولو في اي حاجات منحنيات ولا حاجة اهي هنحاول ان احنا
نتغلب عليها. بصوا اهو بمشي مع الصينية من جوه، وبعدين اطلع في الطبقة اللي فوق شوية اهو اهو، وابدأ الف مع الصينية. شايفين الفكرة؟ انا بلف كده اهي مع الصينية كده، عشان طبعا نطلع الهواء اللي موجود معانا اهو. تمام كده. وابدأ اخد المرحلة الدور التاني بتاع الصينية اهو. هاجي بقى من الاحراف، هبدأ انزل كده اهو، عشان تبقى الصينية مرتاحة ما تبقاش شادة اهو. بصوا انا مش عايزاها تبقى شادة معايا، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتخللها مية من هنا. بصوا بدل ما اشتري بقى صينية رمضانية والطقم مش عارفة عامل 70 جنيه عامل 100 جنيه، لا احنا ايه نعمله في بيتنا بالستيكر ده. هتجيبي متر وتقعدي تصنعي منه اهو، بفكرة بسيطة وسهلة اهو. ونقدر حتى للاطراف دي لو ثبتيها، هي متثبته اصلا اهي. بصوا اللزق اللي فيها بيلزق اهو. وكده عملنا الصينيه الرمضانيه في ثواني. تمام كده. طيب انا عندي دول اللي هما كنت جايباهم من رنين، الشكل بتاعهم بصوا اهو. لما حطيت عليه الطابع الرمضاني طبعا بصوا الشكل بقى اتغير خالص وبقى جميل مع الصينيه الرمضانيه كده. كده فاضل لنا اهو، فاضل لنا نعمل الاشكال دي اهي. بصوا بطريقه سهله وبسيطه جدا اهو، تقدري تحطيها بالشكل اللي انت عايزاه. بصوا طبعا شكل الكوبايات والصينيه هيختلف. بصوا يبقى كده انتي في بيتك عملتي الشكل الرمضاني من غير ما تنزلي ولا تشتري. شايفين الشكل؟ تمسكي الكوبايه كده شكلها جميل، ومعاكي الصينيه بتاعتها، يبقى فعلا صينيه رمضان. وطبعا الكوبايات الرمضانيه الجميله اهو. فاضل لنا كمان لسه اهو. انا بحاول ان انا اجمع الشكل. انا عملت الصينيه الكبيره عشان طبعا ما ضيعش وقتكم، بس حبيت اوريكم الشكل النهائي للكوبايات بتاعتنا الرمضانيه الجميله اهو. بصوا كلها اشكال جميله. وطبعا الحاجات الكبيره دي او شفشق او اي حاجه تقدري تعملي منها افكار كده حلوه. بصوا انا عندي المضارب دي مكسوره، عملت منها اللي هو القطعه الخشب اللي بنحط عليها الصواني اهي. دي مضارب خشب كانت مكسوره. تمام كده اهو. بصوا الافكار كتيره، ونقدر نوفر ونستغل امكانيات البيئه بالمنظر الجمالي ده. شايفين حتى الصينيه من غير الحاجات جميله جدا جدا. بصوا شكلها، وطبعا مفيش اي فيها فتحات هنا، فبالتالي مش هتتبل ميه ولا هتنشع ولا هتعمل اي حاجه اهي. شايفين الشكل الجمالي؟ وطبعا فيها الزخرفه الرمضانيه محطوطه بطريقه حلوه كده وجديده. انت برضو هاتي متر من الخياميه ده، وتقدري تصممي افكار كده جديده وجميله لرمضان، وتستعدي رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.